لازم تجربوا طاجن المكرونة بالفراخ بطريقتي بجد زي المطاعم وأحلى كمان. في طاسة على النار هضيف معلقة سمنة وعليهم قطع البانيه اللي أنا مقطعاها بالشكل ده. هشوح فيها قطع البانيه وبعد كده هنزل بالبصل المبشور، بس أنا هنا كنت مفرزاه. هقلب كويس جدا لحد ما البصلة تصفر، وبعد كده هنزل بالملح والفلفل الأسمر والجنزبيل وكمان زعتر وبهارات فراخ وبابريكا، وأقلب كويس جدا. وبعد كده هنزل بالفلفل، وبعد كده هضيف الطماطم وأقلب بالشكل ده. دلوقتي هعمل الصلصة في حلة، هنزل بالزيت والسمن وكمان الصلصة، وبعد كده هضيف عصير الطماطم، وهنا هضيف الملح والفلفل الأسمر وكمون وكزبرة وبابريكا وتوم باودر وهقلب. ودلوقتي هضيف نص معلقة سكر صغيرة وهسيب الطماطم تتسبك، ولما تتسبك هضيف مية واظبط الملح، وهزود كمان معلقة صغيرة من الثوم، ولما تغلي هقفل على الصلصة. وفي طواجن عندي هدهنها بالزيت وهضيف الفراخ وبعد كده المكرونة من غير ما اسلقها، وهزود صلصة الطماطم لحد ما تغطي المكرونة، وهغطي الطواجن بورق فويل وادخلها الفرن، وبعد كده هتطلع احلى طواجن عندي. تعالوا نقلب الطاجن يا جماعة، بجد تحفة تحفة فعلا في طعمه، لازم تجربوه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.